تاني حاجة بقى الفيديوهات اللي انتوا شفتوها بتاعت مسلم وأروى والكلام ده كله. بصوا يا جماعة، أنا بصراحة شفت الحاجات دي متأخر و... و... كنت بتعامل عادي جدا، حتى في الفرح تشوفوني ان انا برقص معاها وطبيعي جدا. ولحد دلوقتي والله عادي، هي مش حاجة يعني عشان تفرق لي او حاجة. بس انا عايزة اوضح لكم كام حاجة. مسلم لما بيكون فرحان او يعني متوتر وفي حاجة كده، وفي ناس دوشة حواليه وزحمة، مسلم مش بيركز في كلامه، مش بيركز هو بيقول ايه، مش بيركز هو بيتصرف ازاي، مش بيفكر في الحاجة قبل ما يعملها، بيتعامل بتلقائية وطيبة جدا جدا. مش ببرر له، انا عارفة جوزي كويس، تمام، انا عارفة اللي حصل كويس. هو غلطان، هو اتمادى، هو فعلا زودها جدا، وما كانش مفروض ان هو يقول كده ولا يعمل كده، ولا دي تكون تصرفاته. بس انا وهو حرين مع بعض بقى، يعني انا وهو حرين مع بعض. الشخصية بقى الملزقة، اللي هي اصلا انت بره سلمتي وماسكه ايده وهو ماسك ايدك وقدام الصحافه والكلام ده كله، تمام، حلوة قوي، ما عنديش مشكله، انت طفله، انت بالنسبه لي او بالنسبه له طفله كده كده. ف وانا متاكده وعارفه ان الشخصيه دي مرميه في احضان الناس ديت من زمان، يعني من زمان، من وانا صغيره بشوف فيديوهات لأروى من قبل حتى ما اطلع سوشيال ميديا ولا ابقى مرات مسلم ولا الكلام ده كله. انا كنت بشوف أروى ديت في احضان المغنيين كلها، فده عيب تربيه كده كده، دي مش مشكلتنا، مش هنجيب الشخصيه نربيها عندنا. وطبيعي الراجل لما بيلاقي واحدة مزوداها ومش فارقة معاها وسايبة عادي جدا، ومامي جنبي واختي جنبي وها وكل الكلام ده كله، وان هي تخش وراه جوه ولا تقف معاه جوه، وتعالى بقى قولي الكلام ده هو قالهولي بره، بس انا لازم اسمع الناس هنا، يا جماعة بصوا مسلم بيقول لي ايه، وبصور فيديو وانزله. حبيبتي انت لو صاحبته وخايفه ان انت تخربي عليه او تخربي بيته يوم فرحه، او انت عمرك ما كنت هتنزلي الفيديو ده. لو انت شخصيه محترمه عمرك ما كنت هتعملي كده، عمرك ما كنت هتبقي حابه الاذى للشخص اللي قدامك. ما طبيعي هيحصل مشاكل، ما طبيعي انت اللي هتتاذي اصلا انت كمان، يعني انت اللي هيطلع عليكي ان انت واحده مش محترمه، لان ده ما يطلعش من بنات ناس اصلا، يعني المواقف دي ما بتطلعش من بنات ناس. شفتي الفيديو؟ الا بقى لو انت قصدك حاجه معينه، او انت حرام متضايقه من حاجه معينه فشوفوني يا جماعه، فطلعت وري الناس والله